الخطير من المدرب السنغالي اليوسيسي يفاجئ به المنتخب المغربي بعد إقصاء المنتخب السنغالي أمام كوتيفوار من بطولة أفريقيا، ويحذر الكاف بسبب المنتخب المغربي قبل مباراة جنوب أفريقيا. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت محب وداعم للمنتخب المغربي فيرجع الإعجاب بهذا الفيديو، ولا تنسوا أن تعطر فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. بعد إقصاء المنتخب السنغالي من أفريقيا بعد خسارته أمام منتخب كوتيفوار بركلات الترجيح، فقد صرح مدرب المنتخب السنغالي اليوسيسي وأدلى بتصريحات لشبكة أفريكا سبورت وقال: السبب الرئيسي في عدم تأهلنا إلى دور الثمانية وإقصاء المنتخب السنغالي حامل اللقب هو المنتخب المغربي الذي كان له الفضل في تأهل كوتيفوار إلى دور ال16 بعد أن كانت قاب قوسين أو أدنى من وداع هذه البطولة. فأنا أشعر بمرارة الهزيمة أمام كوتيفوار، وكنت أأمل في الحفاظ على هذا اللقب الإفريقي للمرة الثانية على التوالي. وسأله الصحفي: من هي المنتخبات المرشحة لهذا اللقب؟ فرد وقال: بالطبع سيكون منتخب كوتيفوار من ضمن المرشحين، وأيضا المنتخب المغربي. فالمنتخب المغربي في وجهة نظري هو أقوى منتخب في هذه البطولة، وأخشى عليه فقط الأخطاء التحكيمية القاتلة في مباراته أمام جنوب أفريقيا. وكلنا نعلم مدى مستوى التحكيم الإفريقي في هذه البطولة، فالتحكيم سيء للغاية، سواء حكام الساحة أو حكام الفار، فكليهما لديهم أخطاء قاتلة. وأنا أتمنى على المستوى الشخصي فوز المنتخب المغربي بهذه البطولة بسبب الإنجازات التي حققوها في كأس العالم ووصولهم إلى المربع الذهبي. فهذا الجيل من المنتخب المغربي يستحق التتويج بكأس الأمم الإفريقية، والمغرب لديها مدرب عبقري وهو وليد الركراكي الذي يتم محاربته داخل الكاف، وأيضا من الاتحاد الكونغولي الذي طعن على قرار الكاف بشأن عقوبته وذهب إلى المحكمة الرياضية تاس من أجل التشويش على المنتخب المغربي في هذه البطولة. ولكن أنصح صديقي وليد الركراكي الذي تربطني به علاقة طيبة أن يركز في عمله ولا يلتفت بما يفعله الاتحاد الكونغولي والكاف اتجاهه في هذه الأيام. فعلى المنتخب المغربي